إذا تبون تشوفون معنى المستوى العالي روحوا شوفوا الأمهات والأبهات والموظفين اللي يتمرنون باستمرار وهم يوازنون حياتهم مع عيالهم ودواماتهم وشغلهم. تحية لكل الأشخاص اللي يتمرنون قبل الدوام، بعد الدوام، بين لمة العائلة لما الضغط يكون عالي والسترس يكون عالي، وللحين يجون النادي. انتوا قاعد تشتغلون على مستوى اغلب الناس ما راح يستوعبونه بحياتهم. تهتمون بالناس اللي حوالينكم، تحملون مسؤولياتكم، ومع هذا كله تهتمون بصحتكم وتفكرون على المدى البعيد. وعلى فكرة أنا سكنت وتدربت مع أبطال العالم بالكروسفيت وما شفت هالمستوى من الانضباط إلا عندهم. هم مكرسين حياتهم فقط للتمرين والمنافسة، وانتم مكرسين حياتكم للتمرين، للصحة، لعيالكم، دواماتكم، وتوازنون كل هالاشياء بنفس الوقت. وتشرفت اني دربت ناس مثل هذه قدروا يحققون نتائج جدا جميلة بالنادي، مثل فهد اللي رغم كمية الشغل اللي عنده قدر ينزل 3 كيلو ويبني كتلة عضلية، ومثل بيبي اللي رغم الضغط اللي كان عندها قدرت تنزل 6 كيلو وتغير شكل جسمها بشكل واضح، او عايشة اللي نزلت 8 كيلو وهم كانت مسوية عملية بهالفترة. الناس تستهين بصعوبة الالتزام لما الحياة تكون متروسة التزامات، وأظن اللي قاعد أحاول أقوله هو شكرا لأنكم ملتزمين. كمدرب رياضي أشوف وايد ناس يعانون من الالتزام، وترى يطالعونكم أنتوا لأن أنتوا قدوتهم، فاستمروا باللي قاعد تسوونه.